وعشان كده هحكي لك قصه حصلت معايا النهارده. كنت بفكر في 5 مواضيع اتكلم فيهم في الفيديوهات الجايه. اول حاجه جت في دماغي ساعتها هو المورنينج روتين او الروتين الصباحي. وبيني وبينك كده الفكره كانت حلوه قوي كمان. ليه بقى؟ لان هكون اصغر واحد اتكلم عن الموضوع ده، وهكون اول واحد استهدف الفئه الاصغر من 20 سنه. وفي نفس الوقت مش هخلي الفئه اللي هي اقل من 20 سنه دي تفكر كتير او تتعب نفسها او حتى تجرب عادات مختلفه. بالعكس كنت هقول لهم الروتين المناسب كمان مع المدرسه. ولكن وعلى الرغم من المميزات دي كلها الفكره باظت ليه بقى؟ على الرغم من كل الحاجات اللي ماشيه مع بعضها دي، لان الموضوع محتاج معدات عشان اعرف اصور نفسي من كذا زاويه. فالموضوع محتاج ميزانيه ومحتاج ادوات عشان اعرف اطلعه بجوده عاليه. عشان لما اجي اصور لك حاجه لازم تكون على نفس الليفل اللي انت بتشوفه، ولازم تكون جوده الفيديو عاليه. وبالتالي كنت لازم اشوف موضوع تاني واتكلم فيه. في الحقيقه مش ده اللي حصل. اللي حصل اني فعلا قررت اتكلم عن نفس الموضوع بس بطريقه مختلفه شويه عن المعروف. ايوه يعني برضه هتعمل ايه؟ بكل بساطه هجيب العادات اللي موجوده كلها على اليوتيوب اللي عامله جدل وعليها كلام كتير وبيتقال عنها انها بتساعد في تحقيق الاحلام، وعادات برضه انا جربتها وهتكلم عنها واقول لك تنفع لمين وما تنفعش لمين، وهل هي مفيده فعلا زي ما بيتقال ولا هي اي كلام. زي ما قلت لك في الاول، في الفيديو ده هتكلم عن العادات اللي عليها كلام كتير وهقسمها في 3 فئات. الفئه الاولى عاده مهمه جدا ومناسبه للكل. الفئه الثانيه عاده مهمه بس مناسبه لناس معينه. الفئه الثالثه عاده مفيده بس تاثيرها مش عالي زي ما انت متخيل، وفي نفس الوقت مناسبه لناس معينه. فقبل ما نبدا اعمل لايك وسبسكرايب وفعل زر الجرس، واوعدك فعلا بعد الفيديو ده انت تقدر تعمل الروتين المناسب لحياتك ومناسب ليك. والفيديو ده برده مش هسيبك، هعمل لك في الاخر روتين عام مناسب للناس كلها ويقدر الكل يمشي عليه، واي حد عايز يزود عليه اي حاجه من اللي اقولها في الفيديو يزود براحته. فيلا بينا على طول. اول عاده واللي هي النوم العميق. النوم العميق في الحقيقه مهم جدا جدا جدا. قبل ما اقول لك ايه اهميته وهحطه في انهي فئه، انا بس هقول لك ايه الفرق بين النوم العميق والنوم العادي. النوم العادي هو ان انت بتنام في اي وقت، تصحى في اي وقت، بتنام عدد ساعات عشوائيه، بتنام في اي مكان بيجي قدامك، اول ما بتتعب بتخش تنام وبتصحى في اي وقت وبدون تنظيم يعني. اما النوم العميق فهو انت بتنام في وقت معين، تنام عدد ساعات معينه، بتصحى في وقت معين كل يوم، في نفس الوقت بتنام في غرفه معينه بدرجه حراره معينه وباسلوب معين يساعدك ان انت تخش في النوم بشكل اعمق. ده الفرق بس من النوم العادي والنوم العميق او الديب سليب. ازاي اعملوا الكلام ده؟ اول حاجه تظبط مواعيد معينه للنوم. رقم 2 تظبط 3 ساعات معينه هتنامها. رقم 3 ما تنامش في اي حته. بل هتعمل ايه؟ تنام في غرفه معينه مخصصه للنوم. رقم 2 هتخلي درجه حراره الغرفه منخفضه، يعني لو انت هتشغل التكييف او تخلي عليك المروحه بحيث تخلي درجه حراره جسمك عاليه. رقم 2 انك تلبس شراب. الشراب هيساعدك ان انت تدفي رجلك ويساعد في سرعه الدوره الدمويه وهيساعدك تخش في النوم بشكل احسن. بعد كده ممكن تلبس غمامه على عينك، غمي بيها عينك ما يدخلك اي ضوء يقرفك ساعه النوم. حاجه برضو بتتعمل في النوم العميق ده انك تحط لزقه على بقك بحيث تتنفس من المناخير. ده هيساعدك ان انت تنظم عمليه التنفس اثناء النوم وتدخل هواء مش ملوث وهواء نظيف. العاده بتاعت النوم العميق دي هل هي مفيده؟ مفيده. هل هي مناسبه للكل؟ مناسبه للكل. فالعاده دي هحطها في الفئه الاولى اللي هي عاده مناسبه للكل ومفيده جدا. العاده الثانيه واللي هي الدش الساقع. الدش الساقع في الحقيقه ليه فوائد كتيره جدا جدا جدا، ولو عملته فعلا هيفرق معاك. من اهم فوائده هو تحسين سرعه الدوره الدمويه، وبرده تاني حاجه من فوائده ان هو هيخليك تحس بالانتاجيه وهيخليك تخش في مود الانتاج بشكل افضل. هيساعدك ان انت تحس ان انت فايق على طول. لو انت صاحي مش فايق او صاحي مش مركز هتخش على طول تحت الدش الساقع، هتطلع من تحتيه فايق جدا ومستني تخش على الشغل على طول. من فوائده برضو ان انت هيعلي مستوى الدوبامين عندك، خليك سعيد ان انت تخش على يومك. تلاقي الناس صاحيه قرفانه وصاحيه مش مركزه وصاحيه مش فايقه، انت اللي صاحي وداخل في الموضوع على طول وعايز تشتغل. في الحقيقه هي عاده زي ما قلت لك مفيده جدا جدا جدا، هي مش مناسبه للكل. فانا عشان كده هحطها في الفئه الثانيه. احنا عاده مفيده ذكرناها ليه، هي بقى ليه مش مناسبه للكل؟ عاده مش مناسبه للكل ليه؟ لان في ناس ما ينفعش تحط على جسمها ميه ساقعه لاسباب صحيه او حاجه. رقم 2 وانها عاده اختياريه مش لازم تعملها، يعني بمزاجك عادي. في الحقيقه يا صديقي انا نسيت اقول لك برضو حاجه في مميزات الدش الساقع، ان هو ممكن يقلل لك من الوزن، لان طبعا الميه بتبقى ساقعه فالجسم عايز يسخن تاني فبيضطر يشتغل ويحرق، فهي بتساعدك ان انت تقلل الدهون. بس على الرغم من مميزاتها دي انا هحطها في الفئه الثانيه. خش على العاده الثالثه واللي هي التامل. التامل في الحقيقه ليه فوائد مهمه جدا جدا جدا، وهيساعدك ان انت تخش في سلام نفسي وتفكيرك يكون احسن ومنظم، وطريقه كلامك حتى هتلاقيها مختلفه لما تتامل كتير. وهتحس دايما بعد التامل ان انت هادي ومش بتفكر في حاجه تضايقك، وهتلاقي ان تفكيرك على طول ايجابي، وهتلاقي ان افكارك منظمه. حتى لو عندك كمان هدف تلاقي نفسك
عندك خطوات واضحه وعمليه تساعدك ان انت توصل للهدف بتاعك. فالتامل حاجه مهمه جدا 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 جدا، ولكن هو مش مناسب لكل الناس. هو مش مناسب ليه لكل الناس؟ لان هو بياخد وقت، وانت لو عايز تصحى تروح الشغل على طول على الساعه 6 الساعه 8، فالموضوع هيكون صعب ان انت تقعد تتامل ربع ساعه او نص ساعه. فالافضل منه هو الصلاه فيه مميزات التامل هو بل كمان في صله تقربك من ربنا، فده هيوفقك في يوم. طيب الصلاه فيها ايه مشابه للتامل؟ اول حاجه فيها السلام النفسي، هتاخد الهدوء بتاع التامل وهتحس بنفس الهدوء والسلام الداخلي. تاني حاجه برضو في الصلاه مهمه، ان هي هتخلي اهدافك واضحه قدامك، وهتخلي الخطوات اللي توصلك للاهداف دي واضحه وباينه، مش هتحس ان انت على طول مشتت او مرتبك. الصلاه اهم وافضل في وجهه نظري. فلو هنحط التامل في فئه من الفئات، فانا هحطها في الفئه الثالثه. ليه؟ لان التامل زي ما بقول لك عليه عنده مميزات كتير، بس في حاجه احسن منه، زائد ان هو مش مناسب لكل الناس. انت لو ما عندكش وقت الموضوع هيكون صعب جدا جدا عليك. العاده الرابعه واللي هي الصحيان بدري. كتير بنشوف فيديوهات روتين او عادات يقول لك انا بصحى الساعه 6 وبخلص كل اللي عليا، تلاقي واحد يجي تاني يعلي عليه ويصحى الساعه 5 ويقول لك انا بصحى الساعه 5 قبل ما الناس تصحى وبدمر الدنيا وبكسر العالم وبروح اتمرن وهعمل وبسوي وكذا وكذا. وبرضه تلاقي واحد ثالث يعلي عليهم هما الاثنين ويصحى الساعه 4 ونص ويطلع يجري في الشارع ويقول لك ده انا بعمل وبتمرن وبكسر وبروح وباجي. في الحقيقه الصحيان بدري مهم جدا 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 جدا. فعلا الصحيان بدري هيوصلك للي انت عايزه في اقل وقت وفي اسرع وقت، لان انت بتنجز حاجات كتير قبل ما الناس بتصحى فعلا، وقبل ما الكل بيفكر يشتغل. بيكون الناس بتصحى مثلا الساعه 6 ولا 7 عشان شغلهم الساعه 8، تكون انت صاحي قبليهم بساعه ولا باتنين، تخلص اللي وراك، مخلص كل اللي في دماغك، مخلص كل اللي انت عايزه. هتلاقي نفسك ايه على الساعه 12 10 11 الكلام ده، خلص تقريبا يومك كله، وعندك عدد ساعات ثانيه او يوم ثاني بالنسبه لك تكمل فيه حاجات اضافيه تساعدك ان انت تقلل على نفسك ثاني يوم. فالحقيقه قيام بدري مهم جدا جدا جدا. زائد كمان ان هو هيساعدك ان انت لو انت بتصحى كل يوم بدري، هيساعدك ان انت تستغل الوقت اللي الناس فيه مش صاحيه ومفيش تلوث ومفيش مثلا سيارات بتطلع دخان او الكلام ده، فهيساعدك ان انت تكون في حاله من التركيز اعلى. الحقيقه يعني في الموضوع ده الصحيان بدري مهم جدا جدا جدا، وهيوصلك اللي انت عايزه في اسرع وابسط طرق ممكن تتخيل. فانا لو هرتبها، فانا لو احط العاده دي في فئه من الفئات، طب في الفئه الاولى، لانها عاده مهمه جدا جدا جدا، واي حد ناجح في الدنيا مش هتلاقيه بيصحى الساعه 12 ولا الساعه 1، دايما بيصحى بدري، فهي عاده مفيده. رقم اتنين، هي حاجه بسيطه جدا جدا وسهله، الناس كلها المفروض تعملها اصلا في العادي عشان يوصلوا للي هم عايزينه. فهي عاده افكتيف او ليها تاثير عالي، في نفس الوقت سهله وبسيطه للكل يعملها. العاده الخامسه واللي هي قرايه الكتب. قرايه الكتب في الحقيقه عاده مهمه جدا برضه. كل ما تقرا كتاب عن مواضيع معينه عقلك بيكبر. كنت بسمع زمان كده وانا صغير شويه ان غذاء العقل هو القرايه، وما كنتش بصدق، كنت بحسها جمله كليشيه شويه بتساعدك ان انت ايه يلا ذاكر او اقرا او اتعلم او كذا او كذا عشان تحببك في الحاجه. بس الحقيقه لما كبرت وفعلا قريت كذا كتاب، اكد لك فعلا فعلا ان الموضوع ده تأثيره عالي وبيعلي مخك، وتلاقي اللي في سنك ليهم تفكير انت اعلى منه، لان انت دعمت نفسك اكتر بمصادر ودعمت نفسك اكتر بخبرات ناس كتبتها في الكتب دي. وكل ما بتعلي مستوى الكتاب او تفكير الكتاب او قيمه الكتاب، دماغك بتعلى القيمه بتاعتها وتفكيرك بيعلى، وبيكون حتى اهدافك كبيره. شوف اهدافك من 3 4 سنين كانت عامله ازاي، شوف دلوقتي اهدافك بقت عامله ازاي، ومع قرايه الكتب شوف الكلام ده هيبقى عامل ازاي، لان اهدافك اكبر من اي حد مثلا حواليك او اكبر من سنك، وهتلاقي ان بتقول كلام وعندك افكار معينه اكبر بكتير من سنك، ودي حاجه فعلا هتساعدك انك تكون سابق بسنين، تكون في سن صغير وسابق بسنين. ومع ذلك انا هحطها في الفئه الثانيه. ليه احط قرايه الكتب في الفئه الثانيه؟ لان على الرغم اهميتها الكبيره وفوائدها العظيمه، ان هي مش مناسبه للكل. انت لو ما عندكش وقت كافي وفي شغلك على طول بتشتغل شغل مثلا 14 12 ساعه، انا مثلا كنت شغال في مصنع قبل كده وفاهم، في غيري بيشتغل مثلا اي شغلانه تانية بتشتغل مثلا فيها 12 او 14 ساعه، بيكون ما عندكش وقت وما بتكونش بتعرف تفكر حتى في نفسك، مش حتى كمان تعرف تطور نفسك، لا انت ما بتعرفش تفكر في نفسك، يعني هخرج امتى، هروح امتى، هغير امتى، كذا كذا كذا. ما بتعرفش تغير اي حاجه في حياتك لما بتكون شغال في الشغلانات دي. فالموضوع انا برضو حبيت احطه لك في الفئه الثانيه عشان اكون متفاهم ارض الواقع ومتفاهم الناس. في الحقيقه الموضوع لو انت شغال شغلانه 12 ساعه او 14 ساعه،
الموضوع هيكون صعب جدا جدا عليك، ولو انت عملته فعلا يعني شابوه، فعلا بعد 5 سنين من دلوقتي هتكون جبار. اما بقى لو انت عندك وقت مثلا قبل النوم، تقدر تقرا، لان القرايه قبل النوم هتساعدك جدا في ان انت تنام، بدل بقى ما تنام على التليفون او اشعه تجيلك او الكلام ده وتاذي عينك. لا، تنام على القرايه تكون حاجه مهمه جدا ومفيده جدا ليك.